اهلا زوينه ديولي، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ صحيحه بخير. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الزيت اللي اكتشفتو، غنقول لكم خطير 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 في تنبيت الشعر. عرفتوا البنات راه كانت واحد التجربه في الشعر ديال بنتي وقلت والو ما نشاركها معكم هاد التجربه هذه. عرفتوا ضروري. عرفتي البنات راه شعر ديال بنتي راه كان مؤخرا كلا واحد شويه ديال الدق ولا كيطيح ليها بزاف، ما عرفتش مناش. مهم البنات هاد الزيت هذا والله العظيم حتى واعر خطير، كينبت الشعر وكيكثف الشعر وكيطول الشعر. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله. البنات كلكم بغيتكم تكتبوا لي في الكومونتيرات تبارك الله، راكم عارفين البنات عين علينا حق. بغيتكم كاملات اللي تفرجت في الفيديو تكتبها لي الله يعطيكم الستر، الله يرحم لكم الوالدين. البنات هاد الزيت هذا راه مكوناته ساهلين، انا غنعطيكم البدائل ديالو. يعني الا ما كانتش عندك هذه ممكن ديري هذه، الا ما كانتش هذه ممكن ديري هذه، وغادا بحال هكاك. مهم هو طريقه باش غادي نصايب معاكم هاد الزيت هذه هي اللي هي اللي ضروريه البنات. الطريقه باش غنصايبوا هاد الزيت هذا صراحه البنات راه كتنبت الشعر والله العظيم. راه اللي كان معكم في الدار تصايبي كميه كبيره، اللي كان رجال نساء صغير كبير تصايبي واحد الكميه كبيره. كل شيء يدير هذا الزيت هذا. بالنسبه للرجال يديروها اللحيه ديالهم، الشعر ديالهم. بالنسبه للنساء راه يديروها الشعر ديالهم. بالنسبه للوليدات الصغار اللي حتى هما كيعانيو، انا بنتي عندها غير 5 سنين وكتعاني من تساقط تاع الشعر وكندير لها نفس الزيت. راه صراحه البنات واعر بزاف. المهم هنايا البنات كما كتشوفوا المكونات ها هما حطيتهم لكم قدامكم، وراه كلشي موجود بالدارات. غتاخذي غير درهم تقريبا كاع 10 دراهم، ما كاملاش 10 دراهم اختي، راه غير 6 دراهم ولا 7 دراهم. غادي تمشي عند العطار جيبي درهم، يعني درهم كتباع اي حاجه، درهم جنجلان، درهم هادي درهم هاد كل شيء. المهم انا غنذكر لكم دابا المكونات البنات. هنايا عندي معالقه كبيره ديال اليازير او لا اكليل الجبل، المهم راكم عارفينه والفوائد ديالو راكم عارفينه بلا ما نقول لكم. عندي الورد البل ديال البنات، هذا اللي كيكون هكايا اللون ديالو بحال هذا الشكل، ما يكونش صفر وما يكونش داك الكحل، حيت راه كيكون قديم بزاف ما لا فائده له يعني بلا ما ديروا. المهم معلقه من الحاجه. هنايا عندي البنات معلقه كبيره من الحرمل، راكم عارفين البنات الحرمل واعر بزاف. غديروا معلقه صغيره، ما ديروش معلقه كبيره باش لا كتبغوا ديروها للدراري صغار ما تاثرش عليهم. معلقه تاع الزعتر البنات. وهنايا عندي وريقات ديال سيدنا موسى اولا اوراق الرند. وعندي هنايا معلقه ديال الخزامه البلديه البنات. وعندي معلقه من جنجلان البلدي. عندي هنايا معلقه ديال حب رشاد، معلقه كبيره ديال حب رشاد. شوفوا البنات اي مكون ذكرته في هذه الوصفه هذه اللي عندك ديريها، اللي ما عندكش ما ديريهاش. هنايا عندي البنات معلقه كبيره ديال الخروع هكا يكون حب. وهنا عندي القرنفل، معلقه صغيره ديال القرنفل. عندكم القرنفل والحرمل ما تكثروش منه، ديروا غير معلقه صغيره. هادشي كامل البنات راه غيعطينا واحد الكميه اللي هي كبيره، فهمتوا؟ غيعطينا واحد الكميه اللي كبيره. كما قلت لكم الحرمل والقرنفل هما ما ديروش ما تكثروش منهم، ديروا غير معلقه صغيره باش كنتو غديروها وليداتكم صغار ما تاثرش لهم على الجلده ديال الراس. المهم ها نتوما البنات انا طحنتو دابا واحد شويه، مازال غادي نزيد نطحنو حتى يتطحن ليا مزيان. كلشي كاع داكشي اللي كاين يتطحن ليا. المهم انا غادي نرجعو دابا باش نطحنو. وكما قلت لكم البنات اي مكون ما عندكمش ما تقوليش ما غاديش نوض ندير الوصفه، بدليها باي حاجه. راه مازال البنات راه ما قلتش لكم بزاف تاع المكونات، حيت انا عارفه ملي كنكثر عليكم المكونات كتقولوا لي الوصفه يعني مكلفه، يعني كتاخذ شويه الفلوس. ولكن لا، هي البنات راه كتمشي عند العشاد درهم من الحاجه يعني كتصايبيها. مهم البنات هانتوما غادي ناخذ هادشي كامل اللي طحنتو. شتو البنات راه ما طحنتوش مزيان، راه غير هرمشتو. راكم كتشوفوا انه مازال باقين دوك الطريفات ديال كل شيء. غير هرمشت مزيان صافي، يعني ماشي نيلتو ولا غنغربلو ولا شي حاجه، لا غير طحني مزيان صافي. المهم ها تشوفوا الكميه اللي عطاتني. شتو ها هي الطريقه اللي قلت لكم البنات من اول فيديو. قلت لكم كل شيء الا الطريقه، تنقزي كل شيء الا الطريقه اختي ما تنقزيهاش ليا. بغيتك تسمعي ليا مزيان حيت كاينين بزاف تاع البنات كيجربوا بزاف تاع الوصفات، بزاف تاع الزيوت والشعر، ولكن لا فائده، ما كيلقاو حتى شي نتيجه. راه كما انا كنصايبه كتمشي تصايبه انا تعطيني نتيجه وانت ما كتعطيكش نتيجه، ولكن البنات غنعطيكم السر باش غتعطيك النتيجه 100%. المهم هنايا البنات تاخذي زيت العود، زيت البلديه، اي زيت عندك.
المهم زيت البلديه ماشي خاصها تكون ما فيهاش الملح، هذه اللي عندي انا فيها الملحه. نوريكم الطريقه باش غنحيد منها الملحه. غادي نشدها غنديرها فوق البوطه، غادي تشوفوها معايا. غنديرها فوق البوطه حيت كاين بزاف تاع البنات تقول لك انا راه ما عنديش الزيت البلديه اللي ما فيهاش الملحه، عندي اختي اللي فيها الملحه. واش ممكن نديرها؟ ممكن اختي ديرها غير هي الطريقه ديالها بحال هكايا. كتشدي البوطه كتشعلي عليها على عافيه مهيله كما كتشوفوها بشمعه، وكتخليها تقريبا شي ربع ساعه، يعني تقريبا ربع ساعه وهي بحال هكايا. من بعد ما كدير دوك الفقاعات كما كتشوفوا صافي، يعني ما تجهديش عليها. الا شهدتي عليها كتحرق وكتسمم، يعني غير خليها على عافيه مهيله صافي. ملي كتحط يدك كتلقايها انها بدات كتسخن، غتلقايها دافيه بحال هكا وراها دافيه ماشي سخونه، فهمتوا؟ صافي هنايا البنات غادي نحطها وغادي نحط فيها هاد المكونات هادو. وانتي كتبداي تحطي، هذا هو السر البنات، هذا هو السر. انتي كتحطي في الوصفه في الزيت وانتي كتقراي اما تيسر من القران، قراي اللي قديتي عليه. انتي كتحطي وانتي كتقراي كميه كبيره عندنا في البانيو، انتي كتحطي وتتقراي، تحطي وتقراي، تحطي وتقراي اللي كان اي صوره بغيتي تقريها وحافظاها قريها وبقاي هكايا كتخلطي وانتي كتقراي في خاطرك كما كتشوفي اختي. انا دابا راني كندير في المونتاج وانا راه في سميتو كنقرا على الزيت. هذا هو السر البنات، حيت كاينين بزاف تاع البنات كيقول لك ان تجرب جميع الوصفات وحتى شي وصفه اختي راه ما عطاتني لا نتيجه لا حتى شي حاجه. اول حاجه تسمي الله، وثاني حاجه تقراي شويه القران على ديك الوصفه باش ربي يعني يعطيك فيها نتيجه. فهمتوا البنات؟ وبخصوص ديال الشعر، بالخصوص ديال الشعر راه حيتاش كاينين البنات اللي تبارك الله ما شاء الله عندهم شعوراتهم كثيرين وطوالين وصافي وشويه ما كيبقاش. علاش؟ حيت الشعر كيجور العين، يعني الشعر بالخصوص كيجور العين. يعني فيما كتشوفي شي وحده وما سميتيش الله يعني الشعر ديالها كيطيح، كيولي خايب، كيولي تساقط، كيتقطع، سبحان الله ما تعرفيش كيفاش كيطرى داك الشعر. ولكن ملي كتبداي تعالجي فيه وانت كتقراي في القران حتى الى بحال كديري تحسين الجلده ديال الراس ديالك، فهمتي؟ المهم هانتوما البنات هنايا ما كفاتنيش القرعه، راه كاينه يعني مازال باقي عندي في الكاسرونه، راه قرعه كبيره وتبقاي تشقي بها الشعر ديالك 2 مرات حتى 3 في الاسبوع. يعني ملي كتبغي تدوشي تشقي بها الشعر ديالك، يا اما تباتي بها يا اما تضلي بها نهار كامل. ما تقوليش لي غنبقى فيها 2 سوايع 3، لا بقاي بها الليله كامله او نهار كامل. عاد سيري الحمام ولا دوشي في الدار ولا اللي عجبك اختي. صافي هذا ما كان البنات. المهم اهم حاجه هي ديريها 2 مرات 3 مرات في الاسبوع. ما ديريش ليا اختي غير مره على شحال، لا. زويته اول حاجه غتبقى 15 يوم هي في الظلام، 15 يوم هي في الظلام، ما تشوف ضوء، ما تشوف اشعه الشمس، ما تشوف حتى شي حاجه. ضروري تبقى 15 يوم عاد هذيك الساعه تبداي تستعملي فيها. هذاك الشيء اللي طحنا وداك الشيء كيبقى لتحت وزويته كطلع الفوق وكتبقاي تشقي بها. هذا هو اللي كاين البنات، وبالصحه والراحه.